صراحة أشرف حكيمي برد لي القلب وبرد لكاع المغاربة القلب، الله يرضي عليه. فحرنا بزاف، والصدمة كانت كبيرة على هبة عبوك التونسية اللي كيسحاب ليها راسها مطورة ما عرفاش راسها مع مغربي حر مرضي ميتو. الا كنتم مشاركين في القناة نتمنى انكم تشاركوا في القناة باش تدعموني وتخلوا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو. ونبداو نيشان في لا فيديو. مؤخرا سمعنا كاملين على القضية اللي اتهم بها أشرف حكيمي، اللي هي قضية ديال الاغتصاب من واحد الفرنسية اللي اتهمت أشرف حكيمي محاولة ديال الاغتصاب في الشقة ديالو، وقالت باللي ما مشات معاه للدار بخاطرها مي فاش مشات انه أشرف بزز عليها، وهادشي مشات عند البوليس واتهمته بانه محاولة اغتصاب. وفي هذيك الفترة هبة عبوك ما كانتش في الدار، كانت مسافرة هي والاطفال ديالها من دبي. الا ما كنتوش عارفين القصة راني ديجا درت واحد لا فيديو عليها، دخلوا وشوفوها نخليها لكم. ناضت في ديك الفترة مراتو اللي هي هبة عبوك اللي هي من اصول تونسية رفعت عليه دعوة ديال الطلاق في المحكمة، وقالت في واحد التصريح مع الصحافة باللي خانها. المهم هو أشرف حكيمي الحمد لله أنه لحد الساعة ما كاين حتى شي دليل، ولحد الساعة كيتعتبر أنه براءة، ولكن هذا المشكل كان أثر عليه نفسيا. ايوا صافي من بعد بداو في الإجراءات ديال الطلاق حتى لهنا مزيان، غير هو باش تعرفوا أنه في القانون ديال أوروبا في بعض الدول تما الأوروبية أنه فاش كيطلق الرجل والمرأة القانون ديالهم أن المرأة كتاخد النصف ديال الثروة ديال راجلها. هاد الشيء اللي مخلي أصلا إلا لاحظتوا بزاف ديال الناس تما ما سيرتو الناس اللي عندهم واحد الثروة كبيرة ما كيبغوش يتزوجوا، بحال مثلا المثال ديال رونالدو غير على قبل الثورة ديالو ما مازال متزوج بجورجينا. المهم فاش جا القاضي باش يقسم الثروة ديالهم ديال حكيمي مع مراته، كانت الصدمة أنه ما كان عنده والو في الاسم ديالو، لا أملاك ولا الحساب ديالو ما فيهش الفلوس، ولقاو باللي كاع هادوك الأملاك والممتلكات والعقارات اللي كيملك كاملة دايرها في الاسم ديال أمو، وما لقات هبة عبوك والو عند حكيم. وعلى حساب واحد الصحيفة إسبانية اللي نقلات من مجلة فيرست مارك أن هبة كطالب بنص ديال الثروة ديال حكيمي، وكلنا عارفين باللي حكيمي من بين أكثر اللعابة أجرا في الدوري الفرنسي، بحيث أنه كيتقاضى تقريبا 1,000,000 يورو شهريا. وهبة تصدمات فاش اكتشفات باللي أشرف حكيمي ما عنده والو، ما عنده حتى شي حاجة في الاسم ديالو، وأن الثروة ديالو كاملة كان كيكتبها الأم ديالو من شحال هادي. فيمكن هادشي دارو حكيمي قبل فاش بغى يتزوج بها أو قبل حتى فاش يتزوج بها، حيت كان متوقع انه شي نهار ان الزوجه ديالو غادي دير ليه شي بلان بحال هكا، فمبغاش انه يريسكي بالثروه ديالو، وكان كيكتب كل شيء الام ديالو. حيت اصلا هادشي كيوقع بزاف الناس سيرتو الرجال اللي كتكون عندهم ثروه كبيره ما كيبغيوش يريسكيو بها، سورتو لانهم غيتزوجوا واحد المراه وما تيقينش فيها، فهي كاينين شي عيالات اللي كيستغلوا هادشي ومن بعد كيطلبوا الطلاق. دونك القانون هنا انه كيبغي يقسم الثروه ديال الرجل النص، هو ياخذ النص وهي تاخذ النص. فبالنسبه لي انا هذا القانون شويه غير عادل. وكتبات صحيفه AS الإسبانية عندما رفع وكيل هبة القانوني دعوى طلاق وطالب بمعرفة حجم أموال حكيمي، كان الجواب أنه لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا. فالصراحة هذه هي أحسن قرار تاخذ أشرف حكيمي،
أنه يحافظ على الثروة ديالو، حيت هو اللي ضرب فيها تمارة، هو اللي كيستاهلها صراحة. غير عادل أن الزوجة ديالو تاخد النصف ديالو. فأحسن قرار هو أنه كان كيكتب كل شيء للأم ديالو، حيت الأم ديالو راه بحال راسو نفسو، بحال مثلا راه كاتبو لراسو، يعني الأم ديالو راه بحال نفسو. فهذه هي لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تشتركوا في القناة باش تبقاو تشوفوا اشاك فوا نحط شي فيديو، و الى عجبتكم لا فيديو انكم تديروا لي جيم. باي باي.